فيلمنا النهاردة مثير، فكرة جديدة بيحذرنا من رعب التكنولوجيا، أحداث متتالية وغير متوقعة. يلا مع الفيلم. بيبدأ الفيلم بإعلان لطفلة وهي حزينة على كلبها اللي مات، وعشان أبوها يفرحها بيجيب لها لعبة ذكية اسمها بيدز، وبتكون مجهزة انها تسلي الاطفال وتعوضهم عن فقدان اصدقائهم. وبنشوف طفلة اسمها كادي وهي معاها نفس اللعبة ورايحة رحلة مع عيلتها، بس الطريق بيكون كله ضباب والرؤية ما بتكونش واضحة. للأسف بيعملوا حادثة وابوها وامها بيموتوا، وفي نفس الوقت بنشوف المهندسة جيما مع فريقها ريتا وكول، وبنعرف انها المهندسة اللي صممت لعبة بيدز، وبتكون شغالة في شركة روبوتس وذكاء اصطناعي معروفة. وجيما وفريقها بيكونوا شغالين على صناعة روبوت ذكي في السر، وكول بيلبس الروبوت ماسك جلد على وشه عشان يعملوا اختبارات لتعبير الوش. وفجأة بيوصل ديفيد مدير الشركة وبيضطروا انهم يفتحوا له الباب، وبيتعصب لما بيشوف الروبوت وبيقول لجيما انها المفروض بتطور في لعبة بيتس